كوبري قصر النيل أحد أهم معالم مصر الحديثة. أنشأه الخديوي إسماعيل كأول كوبري للعبور على نهر النيل للربط بين القاهرة والزمالك، وكان وقتها مشروعا عصريا متطورا ونقلة كبيرة لحركة العبور. وبدأ بناؤه عام 1869، وتم تغيير شكل الكوبري عام 1933، ويشتهر الكوبري بتماثيل الأسود الأربعة الشامخة البديعة، 2 على كل مدخل، بتعطيه شكلا مهيبا، وأصبحت من معالم مصر مع الكوبري نفسه. أجمل صور كوبري قصر النيل من القرن ال19 حتى الآن. Welcome to Egypt، وشجع سياحة مصر.